كل ما حجزت بدري كل ما كان تكلفه التذكره اقل. تمام. يعني حضرتك عايز تقول انه لو يعني الصح ان انا ابدا احجز بدري بشهرين اكيد. 3، ولو في تغير في البلانز او في الخطط بتاعتي ان انا أكيد. بقدر ان انا بتختلف بقى من مغترب للتاني. بمعنى حلقة جديدة من بودكاست اون تايم بعد الفطار مع ياسر. وحلقتنا النهاردة هتكون عن المغتربين اللي خارج مصر وازاي يحجزوا بأقل سعر. اهلا بيك يا استاذ ياسر. اهلا بيك يا استاذ. ومعانا النهاردة اول سؤال، ايه احسن وقت يقدر فيه المصري انه يحجز رحلة من مصر للخليج؟ طيب بالنسبه لدول الخليج بتختلف الموضوع شويه عن اي مكان تاني. ليه؟ نظرا لان احنا عندنا مثلا في مصر هنيجي نقول عدد المغتربين، لو جينا نقيم ونقول مثلا مليون، يبقى احنا عندنا حرفيا من 600 ل 700 الف موجودين في الخليج. طيب ده عامل ايه؟ ده عامل كثافه شويه في الطيران وفي التيكتس. فعشان كده اللي حصل ان في شركات طيران كتير ناشئه خرجت للسوق ده عشان تلبي وتغطي العدد المهول ده. طيب هنقول الوقت او المواعيد المناسبه للحجز والكلام ده بتختلف بقى من مغترب للتاني. بمعنى هنيجي نقسم مثلا مغتربين الخليج حرفيا التقسيمه دي: مغترب حر ومغترب نص حر ومغترب مقيد. طيب ايه هو المغترب الحر وايه المغترب النص حر وايه المغترب المقيد؟ المغترب الحر ده اللي احنا بنقول عليه بقى له فتره هناك ومؤسس نفسه كويس وعلاقته بالكفيل بتاعته كويسه ومعاه اقامة ومع اقامته اكيد. طبعا، ما هو طالما كفيل يبقى في اقامه، وبيقدر ان يعمل تخريج لنفسه بالاجازات في اي وقت هو عايزه. مقابل ان هو مثلا متفق مع العميل من البدايه على مبلغ معين بيدفعه كل سنه او كل شهر على حسب الاتفاق مع الكفيل بتاعه بتاع نظام الكفاله بتاعته. فده بيبقى اقباله على التذكره اكتر، لان هو ممكن ياخد مشروع ويخلصه في شهر في 2 ويقول لك انا هنزل معايا فلوس اقدر انزل اجازه واقعد مع اولادي اسبوعين 3 وارجع تاني والتذاكر مش غاليه والكلام ده كله. ده العميل الاولاني اللي احنا بنقول عليه العميل الحر، اللي هو من البدايه معاه كود التخريج بتاعه اللي بيخرج لنفسه بيه الاجازه بتاعته. الاولاني اللي هو العميل الحر اللي بيبقى معاه كود التخريج بتاعه اللي بيقدر يعمل الاجازه لنفسه في وقت ما هو عايز، لانه متفق على نظام الكفاله بتاعته مع الكفيل بتاعه اللي عامل له الاقامه في الدوله الخليجيه. طيب العميل الثاني اللي احنا بنقول عليه نص حر، اللي هو مرتبط بالكفيل بتاعه نص ارتباط. بمعنى ان بياخد المشروع اللي بياخده تنفيذ على اسم الشركه بتاعه الكفيل بتاعه، ولكن في المقابل هو بيدفع جزء من الارباح للكفيل. ثانيا بيدفع نظام الكفاله بتاعه كامل للعميل للكفيل بتاعه. طيب ليه ده نص حر؟ لان ده بيبقى مرتبط بانتهاء المشروع. مفيش كفيل هيسمح لك تنزل اجازه وانت واخد مشروع على شركته تمام وما كملتوش وعنده ميعاد تسليم. ففي الحاله دي احنا بنقول ايه؟ عميل نص حر. طيب ده برضو بيبقى اقباله على التذاكر نص نص على حسب موضوع الايه انتهاء المشروع بتاعه، مش زي الايه العميل الاولاني اللي هو يقدر ينزل في نص المشروع لان في حد تاني هيعمل حاجه وبدل ما يقعد الاسبوعين دول هنا بينزل هو العميل مصر. الحر اللي هو العميل الحر بالظبط. العميل المقيد ده بقى اللي بيبقى شغال في شركه الكفيل نفسه، مرتبط بالاجازه الرسميه بتاعته اللي هي شهر في السنه، بياخدها في الميعاد المحدد ليه في العقد اللي هو موجود عليه. طيب لو جينا نقسم مثلا موضوع التذاكر على الثلاثه دول، هنقول ان نظام الكفاله الثابته او العميل المقيد ده بيحتل حرفيا من 30 ل 45% من كميه التذاكر اللي بتتحجز على دول الخليج. طيب نيجي نشوف العميل اللي هو النص حر، ده بتبقى نسبته حرفيا من 25 ل 30% فقط. بقيه ال 100% بيرجعوا للعميل اللي هو الحر، ليه؟ اللي بيبقى معاه فلوس والكلام ده كله. طيب نيجي نقول بقى ايه موضوع ميعاد الحجز. طيب انا لو عميل حر فانا بحجز النهارده، انا عارف ان المشروع ده هيخلص بعد اسبوع بعد 10 ايام، فبحجز، فانا عارف ميعادي تمام. فبحجز. كل ما عرفت ميعادي بدري كل ما حجزت بدري كل ما كان تكلفه التذكره اقل. طيب العميل اللي هو نص حر ده بيبقى مرتبط بالايه بالمشروع، حتى لو حد هيعمل حاجه وهو لازم يتوقف في الفتره دي على ما الحاجه دي تتعمل ويرجع يكمل المشروع تاني، فبرضه مقيد ما بيقدرش ينزل. ففي الحاله دي هو بيبقى مقيد بغيره، بيعرف امتى ميعاد نزوله لما يكون المرحله بتاعته اللي هتتعمل في المشروع دي اخر مرحله تخصه، وعارف مدتها قد ايه، اسبوع 10 ايام، فبيقدر يحجز ايه في الفتره دي، بيزود يومين 3 احتياطي ويحجز عادي وينزل. العميل بقى المقيد ده اللي بيبقى عارف من البدايه ميعاد تذكرته، انا عارف هننزل امتى. طيب ده بنصحه دايما ان يحجز قبل ميعاده بشهرين وثلاثه كمان. ليه؟ نظام الحجز في الطيران بالذات بيبقى نظام عرض وطلب، واحنا عارفين ان السوق عموما مش في الطيران لوحده، كل ما زاد الطلب كل ما ارتفع سعر المعروض. اكيد. طيب بنيجي احنا نقول مثلا النهارده هيحجز قبلها بشهرين او 3 شهور، بيبقى الطلب على الميعاد اللي هو بيحجز فيه قليل، فبالتالي بيكون السعر قليل. فلما بيحجز بيستغل الفرصه دي وبيقدر يكسب
فرق السعر ما بينه وما بين العملاء التانيين، وده اللي بيبقى من عنده الضغط الزياده على التذاكر من بدري، بيبقى عارف ميعاده فبيحجز، فبيضغط على الطياره، فالطياره بيتاخد منها ايه مقاعد معينه معروفه. لما بيجي العميل الحر او النص حر يجي يحجز هو كمان، بيلاقي المقاعد اللي سعرها قليل انتهت، فبيضطر ان هو ياخد بالمقاعد ان هي المتبقيه اللي هي سعرها غالي ومفروضه عليه. طيب دلوقتي برضو احنا محتاجين نعرف انه دايما المغتربين او اللي بيشتغلوا خارج مصر تمام. دايما مواعيدهم بتكون مختلفه، دايما بتكون البلانز بتاعتهم مش فيكسد، بتبقى الموضوع شويه فيه تغيرات وحاجات كتير بتحصل. تمام. فازاي ان انا اقدر احجز بارخص طريقه من خليج لمصر؟ طيب انا هرجع مع اقول لك كل في النقطه التغيرات دي. حلو، انا هرجع اقول لك في النقطه دي نصيحه اخذ بها من اخذ وتركها من ترك. اكيد. طيب انا لو حجزت بدري قبل ميعادي ب3 4 شهور وجي حصل حتى تغيير في ميعاد نزولي، انت عارف قيمه التغيير على التذكره من ميعاد لميعاد بتبقى قد ايه؟ قد ايه؟ بتبقى هامش بسيط جدا، بخلاف ما انا اسيب نفسي لاخر لحظه واجي احجز تذكره بتبقى غاليه جدا. بتبقى غاليه جدا. لكن لما اضيف حتى قيمه تغيير الميعاد على القيمه الاساسيه اللي انا دفعتها في ثمن التذكره، عمري ما هوصل لتكلفه التذكره اللي ثمنها غالي وانا بحجزها دلوقتي. انا حجزت من شهرين، من 3 شهور، حجزت تذكره مثلا وليكن مثلا ب 7000 جنيه، طيب هاجي اغير عليها، التغيير عليها بيبقى هامش بسيط من 1000 ل 1000 ونص، وساعات ما بيكملش ال 1000 جنيه، بخلاف لما اجي اخد التذكره دلوقتي هبص اتفاجئ بالتذكره ب 10 و12 و13000 جنيه. وبرده احنا في اون تايم عندنا حاجه دايما ماشيين بيها مع دول الخليج بالذات، ان احنا ماشيين بنظام البلوكات، بيبقى دايما متوفر عندنا مقاعد بس اللي هتطلع من مصر لدول الخليج، مش اللي هيجي من بره. اللي هيجي من بره دايما بيعتمد عندنا على نظام ايه؟ على نظام الحجز المبكر، ده رقم واحد. رقم اتنين بيعتمد على نسبة التخفيض اللي بتحصل على التذكرة، سواء بتاخدها النهارده بتاخدها من 3 شهور، عليها نسبة تخفيض، عليها نسبة تخفيض مستمرة. وعروض اون تايم ما بتنتهيش عندنا، من يوم ليوم في عرض، مفيش ادنى مشكله. لو فاتك عرض تزعلش، جاي لك غيره اكيد، يعني دي من غير كلام. تمام. يعني حضرتك عايز تقول انه لو يعني الصح ان انا ابدا احجز بدري بشهرين أكيد. 3 ولو في تغير في البلانز او في الخطط بتاعتي ان انا أكيد. بقدر ان انا الفرق دوت بيكون بسيط جدا، مش بيكون زي بسيط. ما يكون انا بحجز قبلها بيوم او 2. طيب كويس قوي. طب دلوقتي اصلا انا بحجز الموضوع بيطول جدا، يعني بياخد وقت في الحجوزات وان انا افتح المواقع والحاجات دي كلها، فازاي اسهل طريقه الحجز بتاعتي؟ بص يا سيدي، احنا عندنا طريقين اتنين في اون تايم بالنسبه للحجز من بره. العميل المستديم معايا واللي له برنامج ولاء عندي او مشترك في برنامج الولاء وسبق له حجز واثنين وثلاثه عندي، ده انا بقدر بمجرد رساله على الواتساب بيبعتها لموظف خدمه العملاء بيتم الحجز ويتبعت له التيكت، ولما بيوصل مصر بيستقر ويرتاح يوم واثنين، بيجي المكتب الاقرب ليه ويدفع الفلوس او يحولها. ده البلان الاولاني او الطريق الاولاني. تمام. طيب انت عايز كعميل عايز تتعامل معايا كاول مره ودنيتك مش مظبوطه معاك هناك ومقلق من موضوع التذاكر والكلام ده، طب انت جاي لي عن طريق حد، فاكيد الحد ده ثقه وواثق فيا، فده حلقه الوصل بيني وبينك. فبقول لك ايه، احجز وببعت لك التيكت بتاعتك وبتبقى معاك افيلابل لغايه الساعه 11 بالليل. يعني لو انا حجزت لك الساعه 9 الصبح انا سايبها معاك ل 11 بالليل، تحول لي الفلوس من داخل مصر. تمام. او تعملها لي حواله من خارج مصر على حساب الشركه. تمام. طيب بعد 11 وما وصلتنيش الفلوس، انا بضطر ان انا اكنسل التيكت دي واسترد فلوسها تاني، لان لو عديت 12 ونص اصبح الغاء التذكره عليه رسوم، فانا اللي بشيلها عشان بدا يوم جديد. عشان بدا يوم جديد بالظبط كده. اصبح عندنا طريقين. الطريق الاولاني انك عميل في اون تايم بقالك تذكره واثنين وثلاثه، تمام، فده انا بحجز لك وتعالى سدد، مفيش ادنى مشكله. العميل الجديد بيحجز وبيعمل تحويل يا اما من خارج مصر يا اما بيعمل تحويل من داخل مصر على انستا باي، على فودافون كاش، بدون اي رسوم زياده. طيب بخصوص بقى التعامل اصلا مع العملاء وبالذات المغتربين اللي خارج مصر، تمام، شايف ايه اكتر حاجه قابلتك كغلطات هما بيعملوها في الحجوزات بقى والتذاكر وكل الكلام ده والسفر؟ طيب بالنسبه للغلطات اللي بتحصل من المغتربين نوعين اتنين. النوع الاولاني ان انا بلجأ لمكتب عن طريق حد من الناس المقيمين معايا في السكن اللي انا مقيم فيه، او حد شغال معايا في نفس الشركه اللي انا شغال فيها، او حد من بعيد رشح لي المكتب ده، فانا بروح له وانا جوايا ثقه من خلال المعلومه او النصيحه اللي اداها لي حد، لا اروح للمكتب ده. طب ادي واحده. ايه الغلط اللي فيها؟ هل انت مقتنع ان المكتب اللي هو رشحه لك ده مش مديك سعر تذكره عالي؟ ما عندكش يقين ان هو يديك سعر تذكره اقل. ليه؟ لانك ما سالتش قبل منه، انت خدت المعلومه ورحت. ما تعرفش هو محل ثقه اصلا ولا لا. ايوه، طب ممكن يكون محل ثقه مع العميل اللي ادالك البيان او المعلومه او العنوان بتاع المكتب ده، بس معاك انت وانت اول مره وما يعرفكش، ممكن نديك سعر غالي. بالظبط. فانت خسرت. طب النصيحه هنا ايه يا باشا؟ اسال في مكتب واثنين وثلاثه قبل ما تروح للمكتب اللي انت رايح. اتنين، انا النهارده حد صاحبي حجز من موقع معين وكانت الدنيا تمام، وصادف وقتها ان الموقع ده كان عارض اسعار تذاكر في بدايه عرض الرحله دي، وكانت الاسعار عليها رخيص، فيجي يديني نصيحه يقول لك يا باشا احجز من الايه، من الموقع ده،
الموقع. ده انا حاجز منه وكانت ظروفه وجواباته ودفعته والتذكره رخيصه والكلام ده كله. تتفاجئ انت وانت بتحجز ان التذاكر الموقع ده عارضها دلوقتي غاليه، وانت حجزت خلاص ودفعت. طب عشان تعمل سياسه استرداد من عندهم او ايا كان، رقم واحد بتقابلك مشكلتين. المشكله الاولى، الموقع ده اللي انا حجزت منه هل عنده خدمه بتديني ان حد يكلمني باللغه العربي؟ انا راجل مصري ومغترب. صح. وخصوصا مهمه جدا من بره. وخصوصا ان معظم المغتربين اللي موجودين في دول الخليج من اصحاب المهن الحرفيه اللي ما بيعرفش يتكلم انجليزي كويس. بالظبط. فانا ممكن ما الاقيش اللغه العربيه موجوده في الموقع ده. فده اول مشكله هتقابلني، ان انا مش هعرف اتعامل ولا احكي مشكلتي ولا اسمع الحل اللي هيتعرض عليا، ولا حد يفهمني اصلا، ولا حد يفهمني. ادي اول واحده. الثانيه ممكن تكون سياسه الاسترجاع اللي هترجع من الموقع ده عشان يرجع لك فلوسك على نفس الفيزا اللي انت دفعت بيها، بتاخد مده اطول. فانا اصبحت النهارده مربوط ما بين حاجتين اتنين، انا لازم انا استنى الفلوس اللي هترجع لي، وفي نفس الوقت انا مستعجل على الحجز وعايز احجز وانزل. لا، هضطر ان انا اعمل ايه؟ هستنى الفلوس ترجع براحتها وادفع فلوس تانية من جيبي لمكان تاني او موقع تاني، فكلفني كلفني اكتر. ثالثا بقى، ان المواقع دي كمان بيبقى التغيير عليها بارقام غريبه، ارقام فلكيه. ليه؟ لان هو ممكن يلعب معاك لعبتين اتنين. اللعبه الاولى ان ينزل لك سعر التذكره مخفض على الموقع بتاعه، ولما تيجي تغير او تيجي ترجع انت ما قريتش سياسه الاسترجاع والاستبدال او تغيير المواعيد، فتقع في مشكله ما انتش عارف. تمام. ودي بتحصل كتير، ومعظمنا يجي مثلا النهارده يحجز على الموقع، بيلاقي في البدايه ان الموقع مديله حريه الحجز بميزان مثلا هو عايزه شنطتين، هو ما ركزش، ممكن ينكتب لك شنطتين في الرجوع لو التذكره ذهاب وعوده، بس الذهاب ما معكش شنط. تبص بعد ما تدفع تلاقي ان الذهاب ما فيهوش شنط والعوده فيها شنط، فاروح انا نازل اصلا. الحل ايه؟ عايز ارجع. بترجع بقى هنا المشكله ثالثه. ايه هي المشكله الثالثه؟ المواقع دي لما بتيجي تعرض لك اسعار بتجيب لك سعر قليل قوي، بس سياسه التغيير عليه، تغيير المواعيد او الاستبدال بغرامات عاليه، بيزود فلوس. طبعا غرامه الاسترجاع انك ارجع فلوسي والغي التذكره غاليه وعاليه جدا. تبقى مثلا دافع تذكره مثلا وليكن ب 1000 ريال، تيجي سياسه الاسترجاع بتاعتها تبص ما تلاقيش راجع لك الا 300 ريال او 400 ريال، خسرت اكتر من نص ثمنها. طب التغيير عليه، ابص الاقي ان قيمه التغيير عليها عاليه. طيب احنا كمصريين بيبقى عندنا يعني هاجس في دماغنا، وده مشكله كبيره جدا مع الكل. انا يا باشا عايز اقل سعر. طب ماشي، ما هو اقل سعر، كمل بقى بالزبط. عليه ايه هو سياسه الاسترجاع بتاعته قد ايه، ولو حصل عندي موقف وتغيير في البلان بتاعتي انا هغير بكام. وده اصلا كنا بنتكلم فيها في حلقه قبل كده بخصوص ان انا اصلا عاوز السعر النهائي، مش عاوز تكاليف ولا اي حاجه بعد كده بعد الدفع. فده طبعا بيزود طبعا التكاليف والمشاكل اللي بعد الدفع. الحلقه الجايه معاك هنتكلم على حاجه مهمه جدا، وهي نظام درجات الحجز. تمام. ودي اللي بيبقى فيها حاجه اسمها اختلاف في قيمه تغيير التيكت من ميعاد لميعاد، واختلاف في قيمه استرجاع التيكت من تذكره لتذكره. تمام. ودي اللي انا بنبه عليها دلوقتي، ودي من ضمن الاخطاء الكبيره جدا اللي بيقع فيها المغتربين وهو بيحجز اونلاين من اي موقع، ان الموقع دايما بيديك سعر اقل بشنطه او بشنطتين زي ما انت عايز، بس النهارده بيبقى حاطط لك حاجه تانية تعوض خسارته اللي خسرها معاك في الحجز، اللي هي في نظام التغيير على ميعاد الحجز او نظام الاسترجاع الكامل للتذكره. فدي بتبص تلاقي تكلفتها عاليه جدا. تيجي تبص جنب منها في الاوبشنز الثاني اللي جنب منه في الاسعار اللي عارضها الموقع، حاطط لك سعر اعلى وتكلفه التغيير وتكلفه الاسترجاع اقل. تبص تلاقي بعد منها الاوبشن الثالث قيمه التذكره اعلى جدا وقيمه التغيير او قيمه الاسترجاع صفر، ما بتخسرش حاجه. بس احنا كمغتربين يا باشا انا عايز اقل تذكره انا نازل. ايوه. طب ما هو انت ما ضمنتش ظروفك، ما تامن نفسك دايما وتاخد الاوسط اللي هو قيمه استرجاعه ما بخسرش فيه مبلغ كبير، وقيمه التغيير في الميعاد ما بدفعش مبلغ كبير. صح. ابقى مامن نفسي. طيب احنا هنا بقى ازاي كاون تايم اصلا بنحل المشاكل دي، او انت كاون تايم اصلا بتقدم ايه للمغتربين؟ انا دايما بحاول اقرب من المغترب، وفي اون تايم الفتره الاخيره كانت عندنا دراسه كبيره جدا ان احنا نحاول نتواجد على قد ما نقدر في كل الدول اللي موجود فيها مغتربين مصريين. فبنحاول حاليا في الفتره الحاليه بنحاول نعمل فروع في السعوديه، في الامارات، في البحرين، في الكويت، في كل حته، وهيتم التخاطب فيها مع اون تايم من خلال رؤساء الجاليات ومن خلال السفارات المصريه اللي موجوده بره، بالتنسيق مع وزاره الخارجيه ووزاره القوى العامه. وده اللي احنا بنجهز فيه دلوقتي، خطابات التعاون ما بين اون تايم ووزاره الخارجيه ووزاره القوى العامله. ده اللي احنا بنجهزه دلوقتي علشان نقدمه ليهم، عشان ناخد منهم التسهيلات اللي نقدر نوصل بيها للمغتربين اللي بره. بالظبط. عايزين نسهل على الناس. صح. عايزين نقرب من الناس، عايزين نحس من الناس ونقدم لهم اسعار قليله بخدمه ممتازه جدا. ده اللي محتاجينه اكيد. الناس كلها بتدور عليه. شكرا جدا يا استاذ ياسر. ملخص سريعا اللي اتكلمنا فيه، ان احنا محتاجين للمغتربين ان هم يبداوا يحجزوا بدري، ان هم حتى ما يقلقوش ان هم لو حجزوا بدري وغيروا الخطط بتاعتهم فهم عندهم الاوبشنز ان هم برضو الغرامه او الفرق الدفع اللي هيحصل هو ستيل برضو مش هيبقى كتير زي ما انت تحجز متاخر.
وبرضو الحلقه اللي جايه هتبقى مهمه جدا ان احنا نتكلم على حجوزات الصيف والاعياد بما ان العيد خلاص قرب. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست اون تايم بعد الفطار مع استاذ ياسر. شكرا جدا. الف شكر لحضرتك يا استاذ.